ازاي تخلي بيتك يتنفس؟ في الفترة الأخيرة انتشرت النباتات الصناعية بشكل كبير، وده لأنها بتدي شكل حلو للبيت ومش بتحتاج مجهود في رعايتها، بالإضافة للأشكال الكتيرة اللي بقت موجودة. وده طبيعي لأننا وصلنا إننا ممكن نقلد حاجات كتيرة في الطبيعة بصورة مختلفة، ولكن مهما طوروا في النباتات الصناعية مش هنقدر نخلق فيهم الروح اللي في النباتات الطبيعية. وده مهم لأنها بتعلي الكواليتي اوف لايف في البيت وفي الديزاين ده. ولأن ست البيت بتحب الأعشاب العطرية وريحتهم دايما بتفكرها بذكريات جميلة، ده بجانب إنها بتستخدمهم بشكل أساسي معاها في الطبخ. فعملت حيطة إضافية قدام الشباك عشان تبقى جلسة أقدر أحط عليهم الأعشاب بتاعتي، وأضمن إنها يتوفر لهم الشمس بطريقة مباشرة والرعاية لأنها أبقى شايفهم طول الوقت. ودي فكرة بسيطة جدا ومش هتاخد من مساحة المطبخ حاجة، بل بالعكس ممكن أعملها كلها من الخشب واستخدمها في التخزين زي ما عملت هنا في الجزء العلوي من المطبخ. ممكن تبقى عبارة عن رفوف أو ضلف أستخدمها في التخزين برضه، ولكن هتفرق في استخدام وتجربة الشغل جوه المطبخ، وهتخلي المطبخ مختلف ومميز عن أي مطبخ تاني. وفي نباتات ما بتحتاجش مجهود ورعاية كبيرة في تربيتها زي نباتات الظل، أو في نباتات كمان ممكن تعيش في المياه زي البوتوس، وده ممكن نحطه في حوض سمك او نحطه في حوض فيه بيبلز. ده بيبقى شكله حلو قوي ومختلف. وممكن نميكس ما بين النباتات الطبيعية والمجففة زي ما عملنا هنا في ديزاين الدايننج اريا دي. وكمان كنت حابب استخدم الورود اللي على السفرة كفوكل بوينت اضافية للفراغ، مش بس عشان شكلها حلو، ولكن بتضيف روح جديدة كل ما اغيرهم على حسب السيزون او غير في الوانهم. وبكده اكون بعزز تصميم الحيوان عندي في البيت. متخافوش تجربوا دايما نباتات وأعشاب جديدة عندكم في البيت، لأن الروائح هي أكتر حاجة بتعلق في الذاكرة. وما ننساش نحافظ عليها ونديها العناية والحب عشان تفضل مزهرة وبتدينا حياة. لو عايز تعرف أكتر عن التصميم المحب للحياة وإزاي تطبقه عندك في البيت، اعمل لايك وفولو واستنى الحلقات الجاية من البرنامج.